سلام احبائي حبيباتي. القصه ديال اليوم كتبدا من النهار اللي صيفطني راجل امي نشيلو الصابون البلدي. راجل امي كان كيصيفطني نشيلو الصابون البلدي تقريبا كل نهار كيلو ديال الصابون البلدي. انا باقا ما كنعرفش حتى شي حاجه، باقا صغيره تنبقى نقول في بالي شنو كيدير بهذا الصابون البلدي، وبقيت حالفه تنعرف شنو كيدير بالصابون البلدي. نعرفكم براسي بعدا، انا جميله. امي طلقات من با اللي والدني زعما، حيت كان راجل عديم المسؤوليه. طلقات منه، مشينا عشنا مع دار جداتي وجدي، وبقات امي واحد الايامات وجا خطب فيها واحد الراجل اللي كنعاود لكم عليه دابا القصه ديالو ديال الصابون البلدي. هو هذا الراجل اللي كنت كنعيط له با، حيت امي داتني معاها، ما يمكنلاش تفرقني وانا ما يمكنليش نفرقها. حتى هو راجل مزيان ودرويش وتيبغيني بحال بنته. نكمل لكم القصه. كل نهار كنجيب لبا راجل امي كيلو ديال الصابون البلدي، كنمشي واحد المسافه حيت الحوانت بعادين منا. حنا كنا ساكنين في الدوار والحانوت اللي تنتقداو منه كان تيبعدنا واحد المسافه. يا اما كندير الحماره كنركب عليها وكنمشي نتسخر الصخره كنديرها في الشواري، ولا كندي واحد بحال هذيك كيسميوها في العروبيه بحال ما عقلتش عليها كيفاش نقولها لكم. هي اللي كنت كنديرها فوق ظهري وكنديها كنتسخر في هذيك الصخره، حيت الصخره كنجيبها ثقيله، يعني تقريبا نجيب الصخره ديال ديك الاشياء اللي كنستعملوها كامله، وصعيب باش تجيبي الصخره في يدك هكا من واحد المسافه. ولكن الصابون البلدي كان ضروري خصني كل نهار نضرب ديك الطريق ونمشي نجيبو لراجل امي. اليوم غدا كنت انا في عمري تقريبا ديك 16 سنه، كنت كبيره ماشي صغيره، ولكن كنت باقا تعرفوا الانسان اللي تيكون باقي في ديك السن باقي ما كيعرف والو، ما تيستوعب والو باقي. المهم امي كانت مسكينه درويشه، كانت حاجبه ما كتخرجش صافي. راجل امي كان حتى هو عنده واحد البليده حداه هي اللي كيتفلحها وكيعيش منها، واحد البقيره صافي. داك هي الحياه ديالو، داكشي منايش كياكل. وكان عنده الفلاحه، كانوا عنده واحد جوج غطارات كيتفلحهم من العام لعام كيزرع فيهم الزرع. هذوك هما اللي كيبقى يبيع منهم فيما كيتسالى له الفلوس، كيبقى يبيع قنطار ديال الزرع يبقى ماشي معاه زعما المصروف. فيما كتخسر كيجبد من ديك الفلوس هي اللي كنصرفوا بها على راسنا. هذه هي الحياه ديالنا، كنا عايشين زوينين ومرتاحين ومبسوطين حتى من اللي كنا مع با الحقيقي. با الحقيقي ما كانش كيتهلا فينا انا وامي، ما تيصرفش علينا، ما تيديهاش فينا، كيقيل خارج ما تنعرفوا فين تيمشي ولا فين تيجي. وملي تيجي لعندنا تيبقى بعض المرات تيضربنا، بعض المرات تيعايرنا، بعض المرات كيسبنا وما يخلي ما يدير وما يتهلاش فينا نهائيا، ولا يكسينا ولا عندنا العيد بحال الناس ولا حتى شي حاجه ما عندنا بحال الناس. كانت هي الحياه ديالنا مع با. صافي فقرات امي ما تزيدش معاه الدقيقه، صافي غسلات يديها عليه، ما بقاتش قادره تحمل تعيش معاه. حتى انا با هرب ليا من قلبي. الحنان هو كلشي، الا ما كانش بنادم تيعطيك الحنان وتيحن عليك راه ما تيولي بحال شي راجل غريب عليك، واخا باك وفي نفس الوقت ماشي باك. المعامله هي كلشي، حيت المعامله هي تعبر على ان ديك الشخص تيبغيك. المهم نكمل لكم القصه. بعض المرات تنبغي نقول لامي شنو كيدير با فلان بالصابون البلدي، ولكن ما تنقدرش، تنحشم من امي وتنحترمها. ولكن قررت باش نعرف الصابون البلدي با راجل امي شنو تيدير به. قلت والله تنعرف. كنت في ديك القويله في الوقيته ديال من مورا الغدا، تنبقى انا كتعرفوا الدراري الصغار تيبقاو يدوروا هنا ويدوروا لهي ويخربشوا هنا ويخربشوا لي من اللي والديهم تينعسوا، تيبقاو هما بوحديتهم تيبقاو يخربشوا وينوعروا. حتى انا كنت من ديك الوليدات هادوك، تنبقى نخربش ونبقاش
نلعب بالمينكات وديك الشيء. كانوا عندي انا صحاباتي، ولكن بعض مرات باش كنتلاقى معاهم كنت حدوديه وما عنديش مع ديك الملاقيه مع البنات. جيت حدوديه بحال امي. راجل امي كان من ديك القويله لقويله كان تيمشي للحمام، وانا دائما كنشوفه يعني راه متعود عليه كيمشي للحمام. شنو كيدير انا ما عارفاش شنو كيدير. المهم تيمشي للحمام، تيجلس. كان عندنا ديك الحمام بلدي، تيمشي تما وتيجلس. انا ما تندي ما تنجيب، عادي تنقول راه تيعوم ولا تيدير شي حاجه، تيتوضا باش يصلي ولا شي حاجه. المهم عادي ما تندي ما تنجيب، ما عارفه حتى شي حاجه. ولكن بقيت تنقول هذاك الصابون البلدي شنو تيدير به راجل امي. بغيت نعرف وبس، يعني بغيت نعرف. بقيت اليوم غدا نحاول نعرف، نحاول نطقس، نحاول. واحد النهار مشيت من مورا الخيمه ديالنا فين كاين الحمام، دايرينو خارج من الخيمه حدا الكوري ديال اللي دارن فيه البقره ديالنا. تما كاين الحمام ديالنا بانينو بالطوب، ومداير له واحد الفرينه من اللور فين نبنيو العواد والعافيه باش نسخنوه باش نعومو فيه. وتنقول مع بالي ما خصنيش ندير بحال هكا، انا انسانه متربيه وامي مزيانه ومربياني، ولكن الفضول دخلني. الفضول قلت بغيت نعرف با شنو تيدير بهذا الصابون البلدي. بغيت نعرف زعما الا كان تيدير بشي حاجه حتى انا نستافد منها ونعرفها. قلت ضروري غنعرف اليوم وبس. اليوم خصني نعرف هاد الصابون البلدي شنو القصه ديالو. ما كنتش كنسولو تنقول له با شنو غادي دير بالصابون البلدي، ولا ضروري واش نجيب لك كل نهار الصابون البلدي. يقول لي ضروري تجيب لي كل نهار الصابون البلدي. وقلت بالله حتى اليوم غادي نشوف با شنو تيدير بالصابون البلدي. بقيت كنتحلون وكنتحلبد بحال الديبه من مورا الحمام، وشفت با دخل الحمام ودا معاه ديك الميكا، وانا جالسه تما كاينه. وبقيت هي كنستمع بالودن ديالي، تنسمع التخرشيش ديال الميكا، تنسمع بحال شي حاجه بنادم كيدوز عليه بحال شي حاجه ما فهمتش. المهم قلت ضروري خصني ما نشوف. بقى فيا الوسواس، وبقات فيا ما قدرتش خصني ضروري نعرف هاد الصابون البلدي شنو القصه ديالو. واش نتوما بغيتو تعرفوا القصه ديال الصابون البلدي؟ خليكم معايا حتى اخر القصه. ضروري قلت غادي نعرف الصابون البلدي شنو تيدير به راجل امي. قلت دابا كيفاش غادي ندير باش نعرف؟ واش غنطلع عليه من الباب؟ ما غاديش نقدر. عرفتي شنو درت؟ تعلقت من واحد السلم عندنا مرمي برا مدايرينو، حطيته للحيط وتعلقت فوق ديك النواله اللي هي الحمام، وهبطت راسي من جهه الباب. وديك الحمام دايرين عليه واحد الميكا، ديك الميكات تيكونوا تيديروهم على التبن، وديك الشيء كيضاليو بهم على التبن باش ما تسقيسوش الشتا في العروبيه. دايرين عليه واحد الميكا باش اللي دخل الحمام ما يشوفو حتى شي واحد. واخا حنا غير بوحديتنا ساكنين، يعني الدوار ديالنا كل واحد ساكن بنفس الطريقه، كل واحد ساكن في البلاد ديالو، وتا واحد ما غادي يجي عندك. لا جا عندك شي واحد راه تيعيط من بعيد. المهم تعلقت بشويه، كنتختل باش ما يسمعش با يسمع الدرديك، وتعلقت فوق النواله وهبطت راسي وجنبت ديك الميكا بشويه ديال الباب، وبديت كنطل غير بعوينه. لقيت با شاد الصابون البلدي، لابس حوايجو النص تحتاني، لابس سروالو، وجالس كيدهن بالصابون البلدي لحمو كامل ووجهه وشعره، مخلي غير عينيه. بدا كيدهن في لحم وانا جالسه كنشوف، تيدهن في لحمو تيدهن في لحمو تيدهن في لحمو كامل وانا جالسه كنشوف. وكنولي نطلع راسي وتنولي نقول ثاني نشوف شنو غادي يدير به. تنبقى جالسه شويه نتسناه واحد المده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وتنولي نقول كيفاش هو كيتعطل هذه المده كامله. كيفاش زعما خصني نفهم انايا لاياش هذا الصابون شنو تيستعملو، شنو تيدير به، وشنو لاياش كيصلح.
بقيت جالسه، كنبقى جالسه في ديك النواله فوق منها واحد شويش، كنولي نهبط كنلقى راجل امي باقي جالس على الكرسي وكيولي يدهن كوش اخر على الجسم ديالو. راجل امي ولا مدار بحال الصنم، تيزيد طبقه فوق طبقه، كوش فوق كوش. تنقول في بالي واش كيدير هكا. واحد شويه سمعت راجل امي تيخوي عليه الماء، وطليت شويه لقيتو تيكرد الصابون وتيخوي عليه الماء. وانا صافي عرفت بانه غادي يخرج. صافي مشيت كنتختل وهبطت رجلي في السلوم، وانا نضرب لك واحد الطيحه. ضربت واحد الطيحه وتفضحت. راجل امي عرفني انني كنت كنطل او عرف شي واحد كان تيطل. صافي ملي طحت ديك الطيحه جيت مردوزه على راسي. صافي بقيت غاديه ماشيه وتنعرج برجلي باش نمشي بحالاتي، ماشيه وتنعرج برجلي وتنبكي وحابسه البكيه. صافي مشيت للخيمه ديالنا، مشيت امي فاقت بيا وجات لعندي قالت لي مالكي؟ قلت لها حتى شي حاجه غير تعكلت هنايا. وبديت كنبكي ورجلي صافي رجلي ما بقيتش كنقدر نتمشى بها، بقيت كنغوت. هو يجي راجل امي من بعد ما خواليه الماء ولبس حويجاتو وجا قال لها عرفتي هاد الديبه شنو كانت دير؟ راه كانت كطل عليا. قلت له كيفاش كانت كطل عليك؟ قال لها كانت كطل عليا انا درت راسي ما كنشوفهاش، خليتها كتشوف فيا. قالت له هادشي كامل دارتو؟ قال لها هادشي كامل دارتو. قلت له باغي سمح لي انا غير شت ميكا ديال الصابون تنشريها لك كل نهار وبغيت نعرف شنو تدير بها. قال لي بغيتي تعرفي يا بنتي شنو تندير بها؟ انا امي ملي ولداتني كانت كتوحم على الصابون، كانت كتاكلو. وصافي انا ملي تولدت ولداتني امي صافي الصابون البلدي مخلوق لي مع الدم. صافي خصني ضروري نشم الريحه ديالته وضروري ندهنو على لحمي. هادشي اللي كاين. شفتي اللون ديالي كيفاش داير؟ ياك لوني انت كتشوفي اللون ديالي كيفاش داير بحال شغل الصابون البلدي. ايوا انا راه امي كانت تتاكل الصابون البلدي كل نهار. قال لي شفتي الا ما جبت الصابون البلدي ودهنته ودوشت وشميت الريحه ديالو ما تنكونش هو هذاك. هذا عندي بحال الدواء، الا ما كان الصابون البلدي راه ما نكونش هو هذاك. خصني ضروري الصابون البلدي، ضروري نشم الريحه ديالو، ضروري ندهن لحمي بالصابون البلدي. حتى البشره ديالتي حتى الجلد ديالي تيحتاج للصابون البلدي. هادشي اللي كاين، هذه هي القصه ديال الصابون. ما يمشيش بالكم بعيد. شفتو الناس الفضوليين شنو كيوقع ليهم؟ باش نعرف الصابون البلدي شنو تيدير به راجل امي، هرست رجلي او كنت غادي نهرسها. جلست شهرين وانا مدايره رجلي بحال هكا وهزها في واحد الجباده حتى برات. تعرفت شنو هو الحريه وشنو الرجلين شنو كيسواو. كنشوف امي كتمشي وتجيك تنقول فرحاتها. ايوا تنقول انا اللي دارتها ليا سخوني راسي، هي اللي دارتها ليا والخفه اللي فيا. المهم كانت هذه القصه ديال راجل امي مع الصابون البلدي. نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى وتكونوا خديتوا منها بعد الافاده بان الانسان ما يبقاش يتدخل في ضول وشبوق ويتدخل في الحاجه اللي بعيده منه ويبغي يعرف شي حوايج اللي ما خصش يعرفهم وما خصش يحاول يعرفهم. حيت الانسان تيبقى يبقش على البلا بالفتيله والقنديل. هادشي اللي وقع ليا انايا مع الصابون البلدي. كنقول لكم انتظروني في قصه جديده والى الملتقى.